تفتكر في حد ممكن يفتكر لك فلوس من 7 سنين علشان ياكل بيها بيتزا؟ اسمعي اللي حصل النهاردة وادعي لي ما تتحبسيش من الضحك. واحدة بتحكي بتقول: أنا النهاردة كنت راجعة من الشغل جعانة جدا، بس الفلوس خلصت ومفيش غير شوية فكة ما تجيبش حتى ساندويتش فول. قلت أكلم أخويا الكبير وأشوفه يعمل واجب، فقلت له: يا كريم، نفسي في بيتزا كده تفتح النفس، هتوصيها لي؟ قال لي بمنتهى الثقة: ولا يهمك، 10 دقايق وهتكون عندك. وفعلا جاي لي مبتسم ومعاه الكرتونة، وأنا فرحانة جدا لحد ما قال الجملة التاريخية: تمام يا أختي، الحساب كام بقى؟ بصيت له ببرود وقلت له: فاكر يا كريم العيد اللي كنت مكسر فيه فردة الشبشب في البحر وقلت لي هات لي 20 جنيه أجيب شبشب جديد؟ أنا وقتها كنت عايزة أشتري عصير مانجا، بس قلت خليها تعدي. أهو الدين رجع يا معلم. أخويا وقف مبلول من الصدمة، وأنا خدت البيتزا وطلعت جاري على الأوضة. بس الصدمة الحقيقة كانت لما فتحت الكرتونة، لقيت نص البيتزا متاكل وكيس كاتشب مفتوح. قلت خلاص يا رب رزقي كده.